لايف طلع. ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعيده وينصر اخواتنا في فلسطين. نقول كلمتين لذاذ قوي حابب ان انا احكي فيهم مع كل الناس، بس مستنيين لحد ما الدنيا تطلع واظبط بقى العلبه بتاعت مونتو كده علشان خاطر تطلع في النور، وامسك واحسب الحسبه بتاعتي واقول لكم او اجهز الاسئله والكلام اللي انا هجاوب عليه دلوقتي بخصوص تغذيه العيال الصغيرين في السن من سنه فما فوق، اللي هو شكوى الشكاوى ونفس الكلام اللي عندنا. يا هاني احنا عمالين نجري ورا البت والبت ما بتاكلش، طب هنعمل لها ايه؟ طب البت حاسين انها بتخس مع السنان، البت هتتفطم ولا لا؟ طب الرضاعه اخبارها ايه؟ طب شرب اللبن، طب الزبادي، طب العيل ياكل ولا ما ياكلش، والعيل اللي ما بياكلش، والعيل اللي مسدوده نفسه خالص، والعيل في ادوار البرد وادوار التعب والتطعيمات والكلام ده كله. كل اللفه دي كلها هخسرها لكم في اللايف الجميل بتاعنا النهارده، ولكن كل واحد يكتب كده يصلي بينا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويكتب لي اسم عيله في التعليقات، ويقعد يركز معايا ويسيب اسئلته على جنب علشان خاطر دي هنعملها في لايف تاني. بصوا بقى عشان نبقى متفقين، الاطفال في اولا بيبتدوا ياكلوا من امتى؟ خامس او سادس او سابع، سواء كان بيرضعوا طبيعي ولا صناعي، ولكن في الرضاعه الصناعي بنحاول ان احنا نقول بدري سنه صغيره مثلا في اول الخامس. حلو كده؟ طيب ان العيل الصغير اول ما دخل معانا في الشهر السادس المفروض، او خلص الشهر السادس كمان، المفروض ان هو بياخد البروتينات كلها، يعني البروتين النباتي، الفول والحبوب بما فيها الحمص والعدس، بان ياخد البروتين الحيواني من اول الكبده والسمك واللحمه والبيض، ان هو يبقى اكل كل الخضار والفاكهه. ومحدش يجي يقول لي الخضار والفاكهه اصل انا ما ينفعش اكل موز يجيب حساسيه، ما ينفعش ان انا اكل اي حاجه ثانيه، اصلا انا خايف على العيل الصغير. ده كله كلام فاشل. موضوع ان الام تيجي تقول لك ايه هو الاكل اللي ما ينفعش يتاكل، اصل انا خايف ادي فراوله لحسن العيل يجي له حساسيه. احب اقول لحضرتك انا عشان خاطر اجربك واتعامل معاك واقول ان انت حلوه ولا كويسه ولا ما انتيش كويسه، لازم اجربك 3 ايام على او 3 مرات على فترات مختلفه ورا بعضيها، علشان خاطر لو ظهر علامات عدم تحسس او ظهر علامات عدم يعني العيل الصغير عدم تحمل، اللي هو ايه؟ اللي هو صعوبه التنفس وبطنه بتوجعه ومشاكل البطن كلها من مغص لتقلصات لامساك لاسهال، وحاجه كمان بتزود وبتنقص الا وهي ان صعوبه التنفس والفرك اللي بزياده والرشح اللي معانا وخلواش في الصدر. ده كده يبقى معناه. ده غير بقى الموضوع بتاع الجلد، انك تلاقي العيل الصغير جلده اتسلخ او جلده احمر بزياده خالص من اول شعر راسه لحد رجليه، وامانه عليكم ما يبقاش لسه طالع من دور برد او تعب او سخونيه وجاله طفح جلدي وتيجي تقول اصل هو من الاكل بالنسبه للعيل الصغير. هو انا حاطط علبه المونتو دي قدامي ليه؟ طبعا انتوا لسه ما تعرفوش ده ايه ومين وفين وازاي. المهم نقول بقى بقيه الكلام علشان خاطر مهمين جدا. رقم 1 بالنسبه للبني ادمين الصغيرين اللي هم الكبار اللي عندكم في البيت، اللي هم اولادكم واولادنا من بعد سن السنه او من داخل ال9 شهور فما فوق، الوزن والحركه بتاع الوزن بالنسبه للعيل ممكن يثبت وممكن يبتدي يقل سنه صغيره. يا نهار ابيض! يعني لو عيلك الصغير كان مليان وكان مقلبظ هتلاقي عند سن 9 شهور ابتدى يخس، ابتدى يفرد طول، ابتدى يتحرك، ابتدى يبقى ذكي، ابتدى يقول لا، ابتدى يودي وشه على جنب، ابتدى يقفل بقه ويسك زي ما بنقولها كده وما يرضاش ياكل. يا نهار ابيض! اللي بعدها لو طفلك انت كنت عودتيه على انك بتديله حلويات او بتديله اي حاجه مسكره، فان حضرتك في السنتين الاولانيين لو انت عودتيه على الحلويات او استطعمها، فان حضرتك او انا واللي زينا كلنا اللي عندهم عيال صغيرين ما قبل السنتين او ال3 سنين هنلبس في الحيط، لان عيالك هيطلب الحاجه المسكره وهيرفض ما غير ذلك، حتى لو احنا لا مؤاخذه يعني اتنططنا وعملنا قرود. ده رقم 2. الثالثه بقى وده المهم قوي، رقم عيات زي غلط. ايه اللي غلطها؟ المهم يعني مش هو يا ابني ال 011 29 11 66 11؟ ما هو الرقم سهل اهو. المهم يبقى هات اللايف بعد كده وخد الرقم. المهم نرجع تاني فنقول العيال الصغيرين رقم 1 مفيش حاجه اسمها اصل انا بحدق او احلي للعيل الصغير، وما تجيليش واحده جميله تقول لك ايه اصل انا احط له لحسه عسل. حضراتكم العسل قبل السنه ممنوع، طب وهحط له حبه ملح ولا رشه كمون؟ حط يا فندم، بس الملح بعد السنه احسن، لكن ما قبل السنه بلاش منه عشان ما نحملش على كليتين العيال الصغيرين. حلو كده؟ طيب خش بقى على بقيه الكلام. عيالك بقى لما يتم سن السنه دخل في دور تعب، دور سنان، دور اسهال، دور تغيير جو، دور برد، دور نزله، دور اي حاجه، عيالك نزل وهبط وهمت خالص، ممكن تلاقيه خسله في الدور ده في خلال الاسبوع الاسبوعين دول. خسله قد ايه يا عم الحاج؟ خسله حوالي مثلا 200 ل 300 جرام، وفي بعض العيال مع النزلات المعويه بينزلوا لحد نص كيلو. حلو كده؟ طيب هو مش حلو طبعا، الف سلامه عليهم. ان المفروض ان العيل الصغير اول ما يبتدي ماشي
اول ما يبتدي العيل يتعافى من الليله ديت، اولا اثناء التعب مفيش حاجه ممنوعه، محدش يقول عيشوه على البقسماط واليانسون، ده كله كلام فش. ده اول حاجه. قديما كان بيقول ايه؟ هات له الشوربه وحته الفرخه ومعلقتين سلطه او الشوربه بليمون، وهو يتقوت على البروتين اللي موجود فيها، مش تقولوا له اصل حبه ينسون وبقسماط، ده كلام يودي في داهيه. رقم 2، خرج بألف سلامة من دور التعب، تعافى من تعب أو دور تسنين شديد أو لسه خارج من المستشفى أو دور سخونية همدته كسرت له عظمه أو إن العيل الصغير ما بياكلش. بنقول للأمهات لما يحصل حاجة زي كده الصبر أهم حاجة. رقم 2 تنويع الأكل. 3 والعيل ما بتاكلش خالص، ابتدي أشوف هو عيلك لسه تعبان ولا لأ، وعنده التهابات في الحلق والتهابات في البطن والتهابات في المناخير ولا مفيش، وعيلك عنده إمساك ولا لأ، لأن الإمساك لازم يتعالج النهاردة علشان نبتدي نتعامل مع شهية العيل. بعدها بنقولها للعيل عنده تحسس من اي حاجه، تحسس من اللبن، تحسس من القمح ولا ما فيش. شوفوا انا عمال اسستم الحاجه بالراحه كده. طيب وبعدها بنقول ان الطفل الصغير من سنه فما فوق هو عيل يعني بيلعب وبيتنطط، يعني المفروض ان الاكل بتاعه عباره عن معلقه ويكمل جري، ومعلقه بعد ساعتين ويكمل جري. بعدها هتضربيه هيتعلم لما يكبر سنه ان هو يخبط لك الاكل في سقف حلقه وينام بيه، وده ساعتها ندخلنا في تسوس الرضع. خدي بالك من حاجه مصيبه سودة بتحصل دايما من اغلب الامهات، اللي هو ايه؟ اللي هو اصل العيل ما بياكلش فانا هعمل له رضعه اللبن، واكتشف ان العيل بيشرب له لحد كيلو لبن في اليوم. باختصار خالص السعرات اللي موجوده في كيلو اللبن في اليوم تغني العيل عن انه ياكل اسبوع كامل. فلما تبقى حضرتك بتعملي الببرونه ومستسهله الليله، احب اقول لك رقم 1 الببرونه من بعد سنه وشهر بكون شلت الببرونه ورميتها خالص ومنعتها عن العيل. ولو قلت لي ان هو متعود عليها هقول لك هو يتعود واحنا نمشي الصح احسن، لكن مفيش حاجه اسمها متعود على الببرونه. الحاجه الثانيه بقى وده المهم قوي، ان احنا بناكد ان العيل الصغير ما عندوش لا ديدان ولا انيميا ولا نقص زنك ولا نقص من اي عناصر اخرى زي الزنك مثلا وزي السيلينيوم. ولو العيل عنده مشاكل في الغده المفروض تتعالج. وموضوع الكالسيوم اللي بيتاخد بالنسبه للعيال الصغيرين، حضرتك لو الطفل مانع اكل بما فيها منتجات الالبان واللبن والزبادي، ساعتها ممكن اقول لك مع عمليه تحليل الكالسيوم ممكن ازود الكالسيوم في الاكل، بالنسبه ازوده علاج وازوده اكل. طيب جه العيل الصغير ما بياكلش خالص والدنيا مقفوله بالنسبه له، وحتى اللبن منعه والعيل في النازل والكلام ده كله، قلنا نعمل تحليل البراز، نعالج الامساك، نبتدي نظبط الوجبات بالنسبه للعيل. اول تاكيد على الام ممنوع الشتيمه والضرب والشد والكلام ده كله. كان في واحده جارتنا كانت ماسكه بنتها بتعذبها ولا كأن البت كفرت، ولا كأن البت لا مؤاخذه يعني كانت عامله مصيبه مثلا، وجايباها كانت بتستحمى في الترعه مثلا. الوجع كان بزياده خالص. المهم يعني خير اللهم اجعله خير. نكمل لما بشوف الكومنتات بتاعتكم هنا. مكملين. فبنقول لحضراتكم في حاجه اسمها ان احنا بنحاول نغير البني ادمين اللي بنسميها كده الاكل والانواع والكومبوننت، يعني المكونات اللي موجوده فيه وطريقه التقديم والعيشه واللي عايشينها واللي بياكلوه والمكان والزمان وكل حاجه. تيجي الام تقول لي احنا قاعدين في الكويت ومقفول علينا يا دكتور، هقول لك شيلي يا ستي المكان، ممكن تاكليها في مول او تاكلي عيلك في عربيه. الثانيه مين اللي هياكل؟ ممكن بابا، خالته، عمته، في غير وجود ماما. رقم 3 تقدري تتعاملي مع العيل من غير ما تزعقي ومن غير ما تشتمي وتضربي، وتاخدي بالك مفيش حاجه اسمها باكل العيل قدام التلفزيون. المهم بقى في النهايه خالص واحنا بننوع اصناف الاكل بنيجي نقول يا جماعه احنا ممكن نعمل حسابنا ان يبقى في معانا مكملات اخرى حضراتكم عارفينها اللي هي بتتعمل على هيئه لبن بالنسبه للعيال الصغيرين وبتاخد مره ولا مرتين. طب وان قلت لكم ان في طريقه احسن لتظبيط الاكل بالنسبه للعيال الصغيرين، لو انت هتيجي تعملي مثلا على لبن او على زبادي او على عصير او هتخبزي ذات نفسه او هتعملي مثلا بودنج وتبتدي تحطيه في الاكل اللي هو المنتو. طيب ايه حكايه المنتو ده يا دكتور؟ ببساطه جدا، عارفين الحاجات اللي بتتاخد للرياضيين علشان خاطر تبتدي توفر لهم البروتين والبروتين بس، لكن دي فيها بروتين وكربوهيدرات وفيها عناصر غذائيه كمان بالنسبه للعيال الصغيرين. الحاجه دي بتنضاف على الاكل اللي هو زي المنتو، تحط على لبن وتحط على ميه وتحط على عصير ويتجهز ويتعمل في خلال يوم، وتعملي اقل كميه تقدر عليها اللي هي الكوبايه. طعمها حلو بيظبط مع العيل الصغير. طب وبعدين يخلي العيال لو عيلك ما بياكلش نعمل حسابنا اقل وجبات في اقل كميات في اكتر عدد مرات في اكتر تنطيط ولعب بالنسبه لعيلك من غير زعيق ولا اي حاجه، وتعملي حسابك ان انت شايله الفرش وشايله الكراسي والمخدات، لان عيلك بعد ما هياخد هيروح متفتف ومبهدل الدنيا. المهم في كلمه اسمها تثقيل كميه السعرات اللي موجوده في الوجبه. يعني انا ممكن اجيب كوبايه الميه
كده سعراتها مفيش. اروح احط مثلا عليها معلقه سكر فسعراتها تزيد، احط عليها معلقه زيت فسعراتها تزيد، احط عليها معلقه بودنج مثلا ولا اي حاجه ولا لبن بودره الاقي سعراتها زادت، بعدها احط عليها نشويات زادت، اروح ضارب عليها واحده مثلا نسيره ظهر فرخ فالسعرات زادت. فتكتشفي في النهايه خالص ان حبه الميه الصغيرين لما حضرتك خلطتيهم على حاجات تانية اخرى زودت السعرات وظبطتيها ودخلت السعرات اللي جسم طفلك محتاجها. ومتنوعه يعني ايه؟ عارفين كلمة إن العيل الصغير اللي بياخد لبن بس على فترات طويلة ده بيجي له أنيميا؟ بيجي له أنيميا. وإن في حوار تاني من كتر ما هو بياخد الكالسيوم ممكن يبقى عرض جانبي لها إن مشاكل تانية على مستوى المعدة وعلى مستوى نسبة الكالسيوم في الجسم. فبنأكد عليكم إن أنا لما أجي أدخل حاجة زي كده ممكن أدخل منتج كويس جدا زي منتو بالنسبة لطفل. طب أدخله إزاي بقى يا خالي العيال؟ حضرتك لو عاملة مية أو عصير أو زبادي أو شوربة، ايه ده؟ يعني انا ممكن احطها؟ ممكن احطها. يا نهار ابيض، يعني انا ممكن اخلطها على شوربه؟ يا ستي من نوع تغيير بلاش. عامله مهلبيه بسيطه ورحت حطها. طب ابني ما بيحبش المهلبيه، خلاص يبقى هدوبها زيها زي اي منتج تاني انا بجهز بيه وجبات العيال الصغيرين. اي حاجه بودره اروح اعملها، وبعديها بقى حط عليها كريم شانتيه، حط عليها كريز، حط عليها زبيب، حط عليها تمر، حط عليها شوكولاته. بس هي الفكره كلها على بعضها ان انت بتنوعي الاكل للعيل. هل هو اساسي بالنسبه لوجبات العيل لما يبقى الطفل طالع من دور تعب ومحتاج في خلال من شهر ل3 شهور انه يرجع النص كيلو اللي نزلهم في ادوار النزلات المعويه او النزلات الشعبيه او حجز مستشفى او اي دور تعب بما فيها ادوار التسنين، والعيل حاسه ان هو خس وعينيه دخلت لجوه والكلام ده كله؟ فبنقول ان احنا بناكد على نظام الاكل بالنسبه للعيل من 3 ل5 وجبات. والوجبه واحنا بنقدمها نبقى اذكياء شويتين في ان مثلا لو قلنا الطبق الفلاني ده عليه 100 الاكل اللي فيه مثلا عاملين رز بلبن او عاملين حتى تقول بتعمل ايه اللي هو كريم كراميل مثلا، مثلا السعرات اللي فيه 100 سعر وعيلك مش راضي وعيلك مثلا بياكلوا زي الفل، اروح حاطط منه معلقه من منتو، معلقه او معلقتين، واضربه في الخلاط وانا بجهزه من غير ما اسخن عليه جامد، واجهزه واديه للعيل الصغير واغير الطعم واغير الحاجه اللي محطوطه عليه. ممكن احط معلقه عسل وممكن اروح حاطط معلقه كريمه ونبتدي نجرب الطريقه. عيلك قبلوا اهلا وسهلا، ما قبلوش احنا بنتكلم بنقول ان انا دلوقتي محتاجه على الاقل 15 يوم علشان خاطر لما بيجي لي عيل عنده سوء تغذيه انا المفروض ان انا بظبط الاكل والشرب بتاعه كل 15 يوم واعمل له اعاده تقييم واشوف العيل الصغير ده بياخد الكربوهيدرات بتاعته كويس ولا لا، وبياخد البروتين معانا ولا مفيش، علشان خاطر احافظ على الكتله العضليه بالنسبه للعيل. هتقول لي ايه ده عيال وعندهم كتله عضليه؟ احب اقول لحضرتك العيال الصغيرين لو هم عايشين على النشويات بس فانت ببساطه جدا انت دمرت العضلات بتاعتهم ودخلتهم في حاجه اسمها بي ام اللي هو البروتين والكالوري سوء التغذيه اللي هو بي ام بروتين كالوريك مال نيوتريشن. ففكره ان انت توفر لعيالك الصغير مصدر البروتين، قدرت تديها له على هيئه لحمه، تديها له على هيئه كفته، تديها له على هيئه فول، او تديها له على هيئه معلقتين المنتو اللي هتحطهم على اي حاجه انت هتاكلها لعيالك. فانت وشطارتك بقى يا مؤمن تاخد بالك عيلك الصغير اهم حاجه هتقدر تقدمها له الا وهي انك تحافظ على صحته الفتره الاولانيه اللي احنا فيهم اللي هي ما قبل ال5 سنين. وبنعمل تقييم للعيال الصغيرين اللي هم في سن دخول المدارس اللي هو 5 و6 و7 و8 علشان خاطر دي اسمها ما قبل مراحل البلوغ. فلو انت عيلك عودته على انه عايش على البطاطس المحمره وعايش على او هو لسه صغير عايش على الحلويات اللي بيتصل على بابا ويقول له ما تنساش تجيب لي الحاجه الحلوه يا بابا وانت جاي، اللي هو 2 3 ويقول بابا انا عاوز حاجه حلوه وانت جاي، فانت ببساطه جدا اديت له السعرات اللي هي تعتبر سعرات فارغه. يعني ايه؟ يعني ما بتوفرش لعيلك لا بروتين ولا كربوهيدرات اللي هي النشويات ولا سعرات حراريه ولا دهون ولا معادن، وحضرتك جبت له حاجات مسكره هتزود الامساك وهتبوظ له اللي هو التمثيل الغذائي بالنسبه للكربوهيدرات والبروتين، وتكتشف ان عيلك نموه مش قد كده، كفاءته مش قد كده، لعبه حتى العيال وهي بتلعب بس في عيل يبقى بيلعب زي الفل، المناعه بتاعتهم تبقى كويسه. بس مش عايزين نمسك في كل حاجه اسمها مناعه، ولكن بنقول صحه البني ادم اللي قاعد بيلعب وبيتنطط ولو مشي في الطينه ولو مشي تحت المطر ما يجرالوش حاجه، هو ده اللي احنا بناكد عليه. فبنقول لحضراتكم رقم 1 فيتامينات عيلك تعمل له التحاليل تطمن عليه تم السنه. بعد اذن حضراتكم تطمنوا لي على السكر بالنسبه للعيال، تطمنوا لي على وظائف الكبد والكلى ان قدرتم، ما عرفتوش يبقى تحليل الانيميا ومخزون الحديد عشان اطمن على العيل. تعملوا حسابكم ان الفيتامين د بيتاخد، الحديد لسه مستمر معانا، الزنك مستمر، ونأكد على ان الاكل بتاع اطفالنا قللوا لي اللبن لحد 250 مللي توتال في اليوم، قلل الحلويات على قد ما تقدر. موضوع السكريات والكلام ده كله مش معنى ان مسكه الموبايل ذات نفسها قدام العيل ممنوعه وهو بياكل، لانه باختصار خالص حضرتك كل شويه هتبتدي تقدمي تنازلات لحد ما
توصلي للدرجه ان انت حيلك كلها فرغت، فتبتدي تهددي العيل بالضرب، وبعد كده بما نوديك للدكتور بحقنه. وليه؟ ما انت تبتدي تنوعي من اول سن 4 شهور ل5 شهور في الاكل، دخل معانا في سن 5 6 على سن سنه نبتدي ناكد على اننا في حاجات هتقل وفي حاجات هتزيد، وما تفطميش عيلك في المواسم بتاعه تغيير المواسم والجو والتعب. وبنأكد على حضرتك لما تيجي تأكلي عيلك نوعي ما بين البروتين رقم 1 والنشويات رقم 2، وبعد كده الحاجات الصحية اللي عندكم في البيت. قللي المقليات، امنعي السكريات قدر الإمكان، وقللي الزيوت والحاجات اللي متجابة من بره، وأي حاجة هتقليها بزيت اشويها في الفرن أو الفراير. بعد ما تخلصي الزحمه دي كلها، عيلك عنده ظروف، تعبان، مناعه سيئه، بينزل يعيا في المدرسه ويرجع لك ومش فايق والكلام ده، ما تبوظيش نظام الاكل، وحاولي ان انت تزودي البروتين وتزودي السوائل حتى في ادوار النزلات والبرد والسخونيه اللي موجوده اليومين دول، لان مفيش حاجه زي ما انت بتزود السخونيه. واول ما عيلك يبتدي يفوق بالسلامه في مراحل دخول المدارس، عيلك ما بياكلش كويس، عيلك دماغه في حته ثانيه، حاول على الاقل ان انت بتسند بمستحضر كويس زي المونتو، معلقتين على كوبايه، سواء كان ميه ولا عصير ولا لبن ولا اي حاجه انت هتسقيها لعيلك، بس بنأكد ان اللبن برضه ما يزيدش عن 250 او 300 في اليوم. خلصنا الزحمه دي، اضربه في الخلاط كويس، ادي لعيالك بألف هنا. ايه اللي يمنع ان ماما ذات نفسها تشرب مع العيل، ان شاء الله حتى تخمس معاه في الكوبايه، بابا ياخد العيل في البلكونه ويبتدي ياخد معاه، بابا راجع من الدوام متاخر وتعبان قبل ما ينام يعمل الكوبايه بلبن دافي ويروح يشربها مع العيل الصغير ويخمس معاه. هم الابهات لازمتهم ايه غير انهم يربوا، مش انهم يجيبوا عيال ويرموهم وبعدين يقول لك ايه ماما بتربي. لا، امه ما بتربيش، امه بتساعد في التربيه، لكن الاب هو الاساس، وربنا يخلي كل الابهات ويعين الجميع ويرحم امواتنا كلهم، امين. بس انا اتكلمت كلمتين كده في اللذيذ وسريع، واتمنى لو حد فهم حاجه يقول لي، واللي ما فهمش يكتب لي تاني تحت في التعليقات. ولو انتوا في حاجه نسيتوها هتلاقي، لو انتوا حاجه ما لقطتوهاش مني بصوا على اللايف تاني، ولو لقطوها عادي قولوا لي انتوا فهمتوا ايه من اللايف. وفي لايفات تانيه ممكن نعملها النهارده، النهارده الاثنين، في لايف كمان النهارده مثلا على الساعه 12. اشوفكم على خير، وهاتوا منتوا ودول عيالكم الصغيرين كوبايتين في اليوم لمده 15 يوم، الكوبايه من اي حاجه عندكم في البيت، حط عليها من معلقتين ل3. ماما ممكن تاخد فيه منه، عيالنا الصغيرين ممكن لاقل من سنه ممكن ياخدوا، بس هي الفكره ان لازم عيالك يبقى اسمه بياكل. انا ممكن 9 شهور وقفل خالص ومش قادر ولسه طالع من دور تعب، المونتو برده كويس موجود معانا. البروتين اللي فيه واي بروتين، اللي هو البروتين اللي احنا ما بنخافش منه على قولون العيال الصغيرين، وفي نفس الوقت ده اللي بيساعد في نمو العضلات. بس انا عصام في شركه الاطفال وحديث الولاده، كلمتكم عن المونتو النهارده، وان شاء الله كل ما يبقى فيه حاجه جديده هطلع واكلمكم عنها، واشوفكم في اتم صحه وحال.